طبعا فوز الاهلي النهارده على القطن الكاميروني فوز مهم جدا وثلاث نقاط مهمين جدا يستعيد بيهم النادي الاهلي التوازن في المجموعه اللي اتصعبت عليه بشكل كبير جدا بعد اول جولتين والخساره الاولى من الهلال السوداني في السودان والتعادل مع صن داونز هنا في القاهره. فالمجموعه اتصعبت على النادي الاهلي بشكل كبير ومبقاش قدام النادي الاهلي غير حل واحد، ان هو كل المباريات المتبقيه تبقى مباريات كؤوس ولازم النادي الاهلي يفوز في كل المباريات المتبقيه. فطبعا البدايه النهارده قدام القطن الكاميروني هنا في القاهره، فالحمد لله على الفوز، الحمد لله على الثلاث نقاط. لكن اهم حاجه بالنسبه لي النهارده في المباراه هو توقيتات الاهداف، لان توقيتات الاهداف ريحت النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وخصوصا الهدف الثاني بتاع احمد الكندوسي في الدقيقه 40، وطبعا الهدف الاول في الدقيقه الاولى لمحمد شريف ريح النادي الاهلي بشكل كبير جدا ورفع النادي الاهلي الضغوطات بشكل كبير جدا، لان لما بتسجل هدف مبكر ده بيريحك وبيصدر التوتر للفرقه اللي قدامك وانت بتلعب الشوط الاولاني مرتاح بعد تسجيل الهدف الاولاني وبتخرج من الضغوطات. لكن النادي الاهلي كان لازم يسجل هدف تاني في الشوط الاولاني عشان يخلص المباراه، وده الحمد لله جه في الدقيقه 40 عن طريق احمد الكندوسي، هدف ريح النادي الاهلي بشكل كبير جدا في الشوط الثاني، وخلى كولر بقى في الشوط الثاني يدير المباراه زي ما هو عاوز ويريح اللعيبه اللي لازم ترتاح ويدي فرصه للعيبه الصغيره اللي نزلت في الشوط الثاني زي كوكا ورأفت خليل، ويزود مكاسب النادي الاهلي في الشوط الثاني، لان اللعيبه الصغيره دي لما تشارك في بطوله زي بطوله افريقيه حتى لو قدام فريق متواضع زي القطن الكاميروني لازم تاخد خبرات من المباريات دي. وطبعا هدف رأفت خليل النهارده هدف عالمي من جمله مميزه جدا للنادي الاهلي، علي معلول الكندوسي، علي معلول تاني، رأفت خليل، وان شاء الله الهدف دوت يكون دفعه خير لرأفت خليل مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ويشارك اكتر مع النادي الاهلي باذن الله الفتره اللي جايه وياخد فرص كتير، وان شاء الله يبقى واحد من نجوم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى، ويبقى مستقبل النادي الاهلي. لما نتكلم بقى على اهم اللعيبه النهارده قدام القطن الكاميروني لازم اول واحد اتكلم عليه هو محمد عبد المنعم، لان محمد عبد المنعم واحد من نجوم المباراه ودوره اهميته ممكن ناس كتيره ما تاخدش بالها منه، لان القطن الكاميروني النهارده بيلعب ب 4-5-1 وبيلعب زون ديفنس وبيلعب بس على الكرات الطويله والكرات العاليه في عمق دفاع النادي الاهلي. فمحمد عبد المنعم بسم الله ما شاء الله بيتعامل مع كل الكرات العاليه وكل الكرات الطويله بشكل مميز جدا، وبيقدر يقطع كل الكرات العاليه وكل الكرات الطويله بتاعه القطن الكاميروني، وبيقطع وبيهدم كل هجمات القطن الكاميروني من قبل ما تبدا اساسا، وبيرجع تاني السيطره والاستحواذ للنادي الاهلي ويخلي النادي الاهلي يواصل الضغط على القطن الكاميروني. فمحمد عبد المنعم النهارده بسم الله ما شاء الله عليه واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده في كل الكرات تقريبا بيتعامل معاها بشكل مميز جدا، وخاصه الكرات الطويله والكرات العاليه. ده طبعا اول واحد لازم تتكلم عليه. تاني واحد لازم تتكلم عليه هو طاهر محمد طاهر، وطبعا علي معلول اللي النهارده الجبهه الشمال بتاعه النادي الاهلي كانت مميزه بشكل كبير جدا، وتقريبا كل الهجمات وكل الخطوره بتاعه النادي الاهلي كانت عن طريق الناحيه الشمال بتاعه علي معلول وطاهر محمد طاهر. لكن طاهر محمد طاهر لازم يستمر ولازم يبان في مباراه اقوى من كده، لان المنافس النهارده متواضع، وممكن طاهر محمد طاهر قابل منافس متواضع عشان كده ظهر بالشكل الكويس دوت. اتمنى بقى من طاهر محمد طاهر ان هو يستمر في المباريات اللي جايه، وخصوصا المباريات الحاسمه زي مباراه الهلال هنا في القاهره ومباراه صن داونز في جنوب افريقيا، عشان اطلع اشيد بيه واتكلم عليه بشكل كويس. لكن النهارده عمل مباراه كويسه جدا هو وعلي معلول، وخصوصا في الشوط الاولاني. احمد الكندوسي بقى عمل مباراه مميزه جدا النهارده قدام القطن الكاميروني وسجل هدف وشارك في الهدف الثالث بتاع رأفت خليل بجمله مميزه جدا مع علي معلول، وعمل مباراه كبيره جدا. فان شاء الله المباراه دي تديله دفعه قويه باذن الله تعالى مع النادي الاهلي، ويبقى من افضل لافضل مع النادي الاهلي باذن الله تعالى. لكن احمد الكندوسي لعيب كويس جدا، لعيب لمسته حلوه جدا، لعيب بيتحرك بين الخطوط وما بينزلش يستلم كتير، وده الفرق بينه وبين قفشه، لان قفشه من نوعيه اللعيبه اللي بتحب تستلم وتسلم كتير، فلما بيلاقي الكوره ما بتجيلوش بين الخطوط بينزل هو النص الملعب عشان يستلم ويسلم. لكن احمد الكندوسي ما بيعملش كده، بيفضل واقف وبيتحرك بين الخطوط، واول ما الكوره بتجيله على طول بيلف وشه وبيروح على الجون مباشره، وده بيخليه يبقى عنده فرصه اكبر ان هو يشكل خطوره للنادي الاهلي، لانه بيبقى في الثلث الاخير وبيبقى قريب جدا من المرمى. ده الفرق بين احمد الكندوسي وقفشه واي لاعب بيلعب في النادي الاهلي في المكان دوت. لكن في المجمل النهارده النادي الاهلي قدم مباراه مميزه جدا، صحيح المنافس متواضع لكن النادي الاهلي سيطر واستحوذ على اغلب فترات المباراه، وكمان كسب فوز كبير النهارده على القطن الكاميروني. فالحمد لله على الفوز، الحمد لله على الثلاث نقاط، وان
شاء الله النادي الاهلي بقى يستمر في الفوز في المجموعه الصعبه دي، لان طبعا المجموعه صعبت على النادي الاهلي، وكل المباريات اللي جايه بقت بالنسبه للنادي الاهلي مباراه كؤوس. لازم النادي الاهلي يفوز في كل المباريات اللي جايه، وصعب جدا النادي الاهلي يفرط في اي نقطه في المباريات اللي جايه عشان يقدر يصعد من المجموعه الصعبه دي باذن الله تعالى. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى يا رب ان يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.